اختي هذه واحد النصيحة ليك في سبيل الله. اختي هذاك الراجل اللي كيكمي وما تزوجيش به، وحتى هذاك اللي كيشرب حتى هو ما تزوجيش به، وهذاك اللي ما كيصليش، وهذاك اللي ما كيعرفش الله وحتى هو ما تزوجيش به. وهذا هو الشرع هو هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الدين والخلق بجوج اختي، ماشي غير الدين بوحدو. مثلا كتلقاي لابس مزيان وغادي الجماع والحياء وكتمشي انتي كتزوجي به، راه شحال من واحد كتلقاه كيصلي ولابس مزيان والحياء وكيضرب في مرته، ما كيكرمهاش، ما كيتهلاش فيها، عايشه معاه في العذاب. الله عز وجل عارف نحنا شنو هو الزوج اللي مناسب لينا واللي غادي يتهلا فينا، هو اللي عنده الدين والخلق. وانتي يا اختي اللي كتمشي كتزوجي بواحد كيتحشاش ويشرب لا دين لا صلاة، ومن بعد يبدا يسلخ فيك، ما تجيش اختي تقولي راه راجلي كيضربني وانا عايشه معاه في الظلم. انتي اختي اللي اختاريتيه، انتي اللي ما تبعتيش طريق الله، ربي ما قالش ليك تزوجي بهذاك اختي. السلام عليكم ورحمه الله.